أنا محقق الأرشيف الأسود، والملف ده لسه مفتوح. سنة 1981 كان في بلاغ رسمي اتسجل في محطة سكة حديد إقليمية، مش في القاهرة يعني، كانت محطة بعيدة شوية. البلاغ كان بسيط جدا: قطر دخل المحطة بس مفيش ركاب. في الأول البلاغ اتاخد بهزار لأن القطر كان متأخر والناس افتكرت إن الركاب نزلت في محطة قبلها. لكن اللي حصل بعد كده خلى البلاغ يتحول لملف تحقيق. القطر وصل الساعة 42 دقيقة الفجر، متأخر حوالي ساعة. الأنوار شغالة، الأبواب مفتوحة، الموتور شغال، بس ما كانش فيه صوت، مفيش حركة، مفيش ولا راكب، حتى الكمساري ما كانش موجود. عامل المحطة دخل أول عربية ونادى: حد هنا؟ مفيش رد. العربية التانية نفس الشيء، لحد العربية الخامسة لقى حاجة خلت صوته يطلع بالعافية. جهاز النداء الداخلي كان شغال وبيطلع صوت تشويش، وفجأة الصوت اتحول لتسجيل واضح. صوت رجالة وستات كأنهم قاعدين مع بعض وبيتكلموا بهدوء غريب، وبين الكلام كان في صوت طفل قال: هو احنا وصلنا؟ الجهاز ما كانش متوصل بأي ميكروفون. الشرطة وصلت والقطر اتقفل. التفتيش الكامل، لا آثار عنف ولا دم ولا كسر، بس كان في شنط موجودة، جرائد مفتوحة، أكل لسه دافي، كأن الناس قامت ومشيت في نفس اللحظة. أغرب حاجة كانت في شريط تسجيل القطر اللي بيسجل صوت غرفة القيادة. آخر 6 دقايق اتسجل فيهم نفس عميق، صوت خبط خفيف، وبعدين صوت السائق كان بيقول: في حد واقف قدامي بس مش شايفه، وبعدها التسجيل وقف. القضية اتصنفت عطل فني غير محدد. القطر خرج من الخدمة 3 شهور وبعدين رجع برقم مختلف. البلاغ اتحفظ. بعد سنين عامل قديم في المحطة قال شهادة غريبة: أوقات متأخرة كنت أسمع صوت صفارة قطر ما بيدخلش، ولما يبص ما يلاقيش حاجة، بس الصوت بيفضل شغال دقيقة ويختفي. القطر دخل المحطة مرة واحدة، بس حسب السجلات الركاب موصلوش أبدا، وده ملف اتحفظ لأن محدش عارف يفسره، ولسه في ملفات تانية في الأرشيف الأسود.